هل رأى الحب سكارى تررم سكارى مثلنا كم جلسنا في الحسين. على العموم سنكمل هذه القصة مرة أخرى. نتكلم اليوم عنها قصة يجب على كل شيعي أن يأخذها حلقة في وذنه أو في إذنه أو في بذنه كما جاء في الكافي وفي النسكافي. هذه القصة تحكي أن أحد الشيعة كان أو الأئمة كان ماشيا في طريقه وهو يغني: ومشيت وانا دايب حمدنا فيه، عايز اعرف بس طريقه منين. طريق من؟ طريق الحسين. لا تفكروا في شيء آخر. فإذا بعصابة تأتي من الجهة الشرقية أو الغربية، لا أتذكر، ولكنها أتت عصابة. شنو عصابة؟ العصابة هذه مجموعة من المسلحون النواصب. نعم. وهذه المجموعة يقودهم شخص يسمى بالزعيم، فهو زعيم العصابة. سألهم أيهم بذلك زعيم، أي زعيم العصابة. نعم. فقالوا له: أخرج ما في الجيب، تك ما في الغيب، أنا مخرج ما. فقال: شنو أخرج ما في الغيب؟ أنا إمام. قالوا: أي ضحكة. فماذا حدث بعد ذلك؟ قالوا له: ستخرج ما في جيبك؟ قال: إنها ليست لي. قالوا فأخرجوها على العموم، فأخذوها. فعندما علموا أنه إمام ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ أخذوه ومشوا تردك وإذا بهم أمام منارة. شنو منارة؟ صومعة. شنو صومعة؟ هذه يأتي بئر مقلوب. بئر مقلوب. نعم. هذه تسمى صومعة أو منارة عندنا هنا في معشر المسلمين. نعم. فأخذوا فقالوا: سب آل البيت. قال: ما أنا بسابب. فعذبوه في رمضاء المسجد. فقالوا: سب آل البيت. فلم يسب آل البيت. قالوا: سب الحسين. قال: لا. فأخذوه إلى أعلى المنارة. دلا 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 دلا. لماذا دلا؟ ما معنى دلا؟ شنو دلا؟ أي ببطء شديد. دلا دلا. فإذا بهم يصلون إلى أعلى المنارة فيقولون: سنقذف بك، تكلم عن الحسين. قال: لا أتكلم عن سيدي وعيني. فقذفوا به من المنارة. فإذا به يقول: يا حسينا. فيمد يده الحسين فيسقط في يده فكأنما يسقط في سرير من العطب والكتان واللؤلؤ والزبرجد. فيمسكه الحسين فيقول: ما سبيتنيش، ويطرحه في القاع. فيمشي هوينة هوينة ويتابع. وأنا ما أعرف مرت، ولكنها ليست هذه الأغنية. فعندما بدأ تناقلت هذه القصة أجيالنا، فكان اثنان من شيعتنا يتناقشون، فيقول له: هذه القصة كذبة والإمام كاذب، لا يمكن أن تعقل. فأراد صاحبنا الشيعي الآخر أن يثبت له هذه القصة، فقال: تعال واقذف بي من منارة. قال: هيا. أي نعم، هيا بنا. هيا شنو هيا؟ يلا بنا. شنو يلا بنا؟ يعني فلنمضي. شنو فلنمضي؟ أي فلنجزع. فهو يجزع درجل. شنو فلندرجل؟ أي فلنمضي. نفس الشيء. فعندما وصلوا إلى المنارة قال: اقذف بني.
قال لا انتبه اوقع رجال، والله انك بتطيح في شرايينها والركب. قال اقذف بني وانا وانت تشوف. قال يا حمار ما ينفع. قال ابدا انت مكذب بالقصة؟ قال نعم مكذب بها. قال اذن اقذف بني. فقذف به، فاذا به يقول يا حسين يا حسين يا عباد يا ناس يا إخوان. فإذا به يقع على الأرض ولكنه لم يمت. سبحان الله، أول ماشي تكسر وبعدها مات. ماذا نستفيد من هذه القصة؟ نستفيد منها أنك لا تكذب الإمام فيموت صاحبك. السلام عليكم ورحمة الله.